السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ أنا فاطمة ودي قناتي كف فاطمة وبعلمك كل فيديو ازاي تعملي حاجة بالكروشيه بنفسك. دي هيد باند جميلة قوي، شيك في اللبس وسهلة كمان في عمايلها وتنفع قوي للمبتدئين. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب، وكل الأدوات اللي استخدمتها هسيبها لك تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا على طول نبدأ يا حبايب. أول حاجة الخيط اللي أنا استخدمته كان يناسبه إبرة 4.5، ولكن أنا استخدمت إبرة 4 لأني أوقات بوسع إيدي وأنا شغالة. ولكن لو انتي مبتدئة أنصح جدا إنك تبدأي بإبرة 4.5، أو على الأقل تعملي السلاسل ب4.5 وبعدين تكملي ب4. أول حاجة هنعمل عقدة البداية، وهي إن أنا بلف الخيط لفتين على إيدي وأدخل الإبرة من تحت أول فتلة وأسحب تاني فتلة وأطلع بيها كده. طبعا أنا منزلة عنه فيديوهات بالتفصيل عن كل غرزة وعن كل خطوة في الكروشيه، تقدري تتفرجي عليها. بعدين هبدأ أعمل السلاسل بتاعتي. أنا هنا عملت 66 سلسلة بالظبط، ده كان مناسبني جدا. لكن لو انتي حابة تعمليها لأطفال أو لعدد أصغر تقدري تقللي في السلاسل براحتك أو تزودي كمان. هخلص السلاسل وارجعلك على طول. وهنا بعد ما خلصت ال66 سلسلة بتوعي، أنا هنا هشتغل على ظهر السلاسل اللي هي الغرزة الخلفية اللي بتبقى في ظهر السلسلة، هي دي كده. هفوت أول سلسلة وأبدأ من السلسلة التانية على طول أعمل غرزة حشو. معنى كده إن أنا هشتغل على 65 سلسلة لأني فوتت أول واحدة. هشتغل غرز حشو على ظهر السلاسل لحد النهاية. ولو متلخبطة في غرزة الحشو اتفرجي على الفيديو التفصيلي ليها وبعدين تعالي ابدأي معايا، وما تقلقيش لو اتلخبطتي في أي خطوة. لو انتي لسه مبتدئة ده عادي بيحصل جدا، كل المحترفين في الأول كانوا مبتدئين. الفرق الوحيد إن هما كانوا بيحاولوا واكتسبوا خبرة. ويلا انتي كمان حاولي لحد ما تجهز معاكي. هنشتغل غرز حشو لحد النهاية. هخلص السطر ده وارجع لكم. وهنا عايزة اوريكم شكل السلاسل من تحت مظبوط ازاي، وده السبب اللي بيخليني اشتغل على ظهر السلاسل. اخر غرزة برضو هنشتغل على ظهر السلاسل، هنعمل فيها غرزة حشو. وبعدين كده نبقى خلصنا السطر الاول. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل عشان نطلع السطر التاني. السطر التاني برضو هنشتغل غرز حشو. الهيد باند دي كلها الغرز بتاعتها غرز حشو، ما فيهاش اي حاجة جديدة او صعبة، عشان كده بقول دايما هي مناسبة للمبتدئين. هنعمل فوق كل غرزة غرزة حشو، بس المرة دي ان احنا هنخش من تحت حرف الفي كله على بعضه، او من تحت الغرزة كلها على بعضها، مفيش اي فرق او اختلاف. هنكمل السطر ده غرز حشو لحد الاخر، وبعدين هوريكم ايه التركة اللي بنعملها بنخلي اطراف الشغل بتاعتنا ما تبقاش معروجة او غير منتظمة، وازاي تطلع مظبوطة ومتساوية. بصوا بقى، احنا هنا عندنا الغرزة الاخيرة اللي هي دي اخر غرزة عندي. المفروض ان انا كنت هعمل فيها غرزة حشو. انا مش هشتغل في الغرزة دي، انا هشتغل في السلسلة الارتفاع اللي هي بتبقى شبه الرابطة في نهاية السطر. هي دي اللي انا هشتغل فيها. والسبب ان هي بتخلي الاطراف متساوية، مفيش فرق ما بين السطور، ما تحسيش ان السطر سطر طالع وسطر نازل، لا بتخلي كله مستوي. وده هيبان لما نشتغل كذا سطر فوق بعضه، هتاخدي بالك قد ايه الاطراف طالعة متساوية. هندخل فيها كده كأننا داخلين تحت غرزة عادية جدا. هنسحب الخيط ونعمل غرزة حشو. هتاخدوا بالكم ان هي بقت متساوية الى حد ما، بس برضو الرؤية هتوضح لما نشتغل كذا سطر فوق بعض. وزي ما طلعنا للسطر التاني هنطلع للسطر التالت. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وندخل من تحت كل غرزة ونعمل غرزة حشو. هنفضل شغالين بالطريقة دي لعدد السطور اللي احنا عايزينها، 4 سطور 5 سطور زي ما انتوا عايزين. انا هنا هعمل 5 سطور، ولو حباها ارفع اعملي 4 سطور، لو حباها اعرض اعملي 6 سطور. هنا برضو عايزة اوريكم الغرزة اللي احنا بنشتغل فيها، اللي هي الغرزة الارتفاع. بدخل جواها وبعمل غرزة حشو عادية جدا، بس ما بعملش في الغرزة الأخيرة، يعني هي دي تعتبر الغرزة الأخيرة. تمام، عشان برضو الشغل يطلع معانا مظبوط. وهطلع للسطر الرابع وهكمل شغل بالطريقة دي لحد ما اوصل للسطر الخامس. غرزة حشو في كل غرزة تقابلني، والغرزة الأخيرة ما بشتغلش فيها، وبعمل غرزة حشو في سلسلة الارتفاع زي ما وريتكم. وهنا بعد ما خلصت آخر غرزة في السطر الخامس هعمل سلسلة، وبعدين هقص الخيط وهشد الخيط لبره علشان اتأكد ان هو مش هيفك. وزي ما تلاحظوا الاطراف طالعة متساوية، ما فيهاش اي عروجة او اي شكل مش مظبوط زي اللي احنا عارفينهم دول. هنجيب اللون التاني بتاعنا، اختاروا اللون اللي انتوا حابينه. انا هختار اللون الاحمر. هعمل برضو عقدة بداية،
واجي عند أول غرزة أنا اشتغلتها هدخل الإبرة واسحب عقدة البداية اللي بالخيط الأحمر وهعمل سلسلة. طبعا المفروض إنها ارتفع 5 سلاسل، فبالتالي هزود 4 سلاسل على السلسلة الأولى اللي أنا عملتها. هفوت سلسلة واجي عند السلسلة اللي بعدها واعمل غرزة منزلقة. هتدينا الشكل التزيين ده اللي هو زي فستونات صغيرة أو زي ايه منحنيات صغيرة كده. هرتفع 5 سلاسل تانيين وبعدين هفوت سلسلة واجي عند السلسلة اللي بعدها واعمل برضو غرزة منزلقة. بعدين هرتفع 5 سلاسل وهفوت سلسلة واعمل في سلسلة غرزة منزلقة. وهي دي الطريقة اللي أنا باعمل بيها الحواف بتاعتي، وهي إن أنا برتفع 5 سلاسل أفوت سلسلة وأعمل في السلسلة اللي بعدها غرزة منزلقة، وبعدين أعمل 5 سلاسل وأفوت سلسلة وأعمل في السلسلة اللي بعدها غرزة منزلقة، وهكذا لحد نهاية السطر. هنكمل بنفس الطريقة لحد نهاية السطر وهرجع لكم تاني. وهنا بعد ما خلصنا الجزء الأول شكل الحواف دي جميلة قوي ومميز. الجزء التاني هنعمله بنفس الطريقة بالظبط، بس عايزة أوريكم آخر غرزة واحنا بنقفلها، ما تتلخبطوش ما بينها وبين السلسلة. آخر غرزة بيبقى شكلها واضح شوية. بعد لما نعمل آخر واحدة هنعمل سلسلة وبعدين نقص الخيط ونشده لبره. الجزء اللي أنا عملته ده كان من ناحية آخر سطر، الناحية التانية هتبقى من ناحية السطر الأول، ودي بتبقى الغرز ضيقة وجنب بعضها شوية، فعلشان كده هنحتاج نضيق ايدينا شوية واحنا شغالين. وهنا بعد ما عملت الجزئين شكلهم تحفة، وحتى من غير القلوب شكلها جميل قوي ورقيق. بعد لما نخلصها هنعمل سلسلة وبعدين نقص الخيط برضو بنفس الطريقة ونشد الخيط لبره. أطراف الخيط القصيرة دي هننضفها بإبرة التنظيف. المعلومة المهمة هنا واحنا شغالين بإبرة التنظيف وهي إن كل لون ننضفه تحت الجزء بتاعه. يعني ايه؟ يعني الخيط الأبيض ده ننضفه تحت الجزء الأبيض، ونفس الكلام الخيط الأحمر هننضفه تحت الحواف دي، وأنا هوريكم ازاي. ده ليه؟ علشان لو الخيط بان ما يبقاش عامل فرق. بندخل طرف الخيط في إبرة التنظيف ونمشي تحت الغرز بحيث إن هي ما تبقاش باينة من الناحيتين. احنا بس بنقول ننضف كل لون تحت اللون بتاعه علشان تحسبا لو بان، ولكن الأفضل إن هو ما يبانش حتى لو نفس اللون بالطريقة دي كده. لو جيتي ركزتي هتلاقيه مش باين. وبعدين نقص الطرف اللي بيبقى في الآخر ده. الخيط الأحمر برضو هندخل طرف الخيط في إبرة التنظيف ونيجي في ظهر السلاسل اللي احنا عاملينها دي، وهنمشي من تحتها بطريقة ما تخليهاش تبان. يعني نحاول برضو واحنا شغالين ان الخيط ما يبقاش باين من الناحية التانية عشان ما يأثرش على شكل السلاسل. هنفضل ماشيين شوية من ظهر السلاسل اهو مش باين من قدام الحمد لله. نفضل ماشيين شوية وبرضو هنقص الحتة اللي هتتبقى في الآخر. الشكل ما تأثرش الحمد لله لا من قدام ولا من ورا. بقية الخيوط أي أطراف تانية في الهيد باند هننضفها بنفس الطريقة بالظبط باستخدام إبرة التنظيف. ونيجي بقى للفقرة الأكثر حماسا بالنسبة لي، وهي إن احنا ازاي نعمل القلوب دي باستخدام إبرة التنظيف وحتة خيط أحمر صغيرة هنقصها. هندخل الإبرة من الناحية التانية كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين نرجعها تاني لنفس المكان اللي احنا طلعناها منه، بس مش هنشدها للآخر، يعني هنخلي حتة صغيرة كده. وبعدين هنيجي من جنب من الجوانب دي، يعني قولوا مثلا على السطر اللي قبل الأخير كده، من تحت الغرزة هندخل الخيط في قلب الحتة اللي احنا سبناها، وبعدين نشد الخيط لبره، وبعدين ندخل الإبرة تاني في نفس المكان ده أهو. وبعدين هنظبط الخيط كده ونشده كويس، وكده تقريبا هنكون معايا أول جزء من القلب. الجنب التاني هنعمله بنفس الطريقة، هندخل الإبرة من تحت في نفس المكان اللي ابتدينا منه خالص،
وبعدين هنرجعه تاني لنفس المكان ولكن مش هنشده على الآخر. وبعدين هنثبت الجزء اللي احنا سبناه ده وندخل الإبرة من مكان يكون موازي للمكان التاني عشان يبقى القلب متساوي، مفيش حتة طالعة وحتة نازلة. وبعد لما نشده لبره كده هنقوم مدخلينه تقريبا في نفس المكان ده علشان نثبت الخيط اللي احنا سبناه ده وما يتحركش تاني. وكده يبقى القلب الصغنون بتاعنا خلص، ولكن لو حاسة ان لسه فيه فراغات او حتة باينة او عايزة تقليه تقدري تمشي عليه بنفس الطريقة كده. هتدخلي الإبرة من نفس المكان اللي احنا ابتدينا منه وبعدين ترجعي تدخليها تاني في نفس المكان اللي احنا انتهينا منه. كده هيعمل خط تاني فوق القلب وهيخلي الألوان زاهية قوي ومفيش أي لون أبيض باين. أهم حاجة واحنا بنعمل القلب ده ان احنا نخلي الجزئين بتوع القلب يكون شكلهم متناسق إلى حد ما بحيث ان ميبقاش فيه جزء أكبر من التاني. طيب خلصنا القلب الأولاني وعايزة أعمل قلب تاني، هعد 3 غرز واجي عند الغرزة الرابعة أدخل من تحتها وأكرر تاني نفس العملية. يبقى انت ممكن تخلي مسافة ما بين كل قلبين 3 غرز. هرجع الإبرة تاني في نفس المكان اللي أنا طلعت منه ولكن مش هشدها للآخر. وبعدين هاجي في الجنب كده وأطلع الخيط في نص الخيط اللي أنا سبته وبعدين أرجع بيه تاني في نفس المكان علشان أثبت الجزء ده. كده يعتبر أول جزء خلص معايا. هطلع تاني في نفس المكان الأولاني وبعدين هرجع تاني لنفس المكان ولكن مش هشده برضو للآخر. هاجي برضو في الجنب كده ويكون مكان موازي للغرزة الأولى اللي أنا عملتها زي كده مثلا وأطلع الإبرة في نص الخيط الأحمر وبعدين أرجع تاني لنفس المكان اللي أنا طلعت منه. نفس المكان ده يعني بره الخيط الأحمر أهو كده هنا. وكده يبقى القلب ده كمان خلص معايا. هنكمل بنفس الطريقة، هنسيب مسافة ما بين كل قلب والتاني 3 غرز ونشتغل في الرابعة. القلوب مش هتطلع متطابقة بنسبة 100% ولكن هتطلع متطابقة بنسبة 80% مثلا وهو ده المهم. وهنا بعد ما خلصت القلوب كلها بصراحة طلع شكلها جميل قوي وبيتهيألي لو كنت عملت فيونكات ما كانتش هتبقى جميلة زي القلوب كده. ونيجي بقى للمسة الأخيرة وهي إن أنا قررت أقفل الهيد باند دي بشريط ستان. أنا كنت عايزة أستخدم شريط ستان أحمر ولكن معرفش راح فين فاستخدمت الأبيض مش مشكلة، ولكن لو عندكم أحمر هيبقى حلو قوي برضو. هنيجي في جنب من الجوانب كده وندخل الإبرة بتاعتنا ونشد الشريط الستان ده لجوه كده تمام. والجنب التاني برضو نفس الكلام، هندخل الإبرة ونشد شريط الستان. تمام كده الجنب ده تمام. الجنب التاني هعمله بنفس الطريقة. شريط الستان ده كان طويل قوي لأن هو تقريبا 1.5 متر، أنا هستخدم نص بس مش 1.5 متر كلهم. هاجي من الجنب التاني وأعمل نفس الطريقة مع الطرف التاني من الشريط. والفكرة إن شريط الستان كده يبقى متوصل من جزء والجزء التاني لما نربطه في شعرنا هيتوصل ببعض بالشكل ده. وطبعا نقدر نستبدل الشريط ستان ده بعدد سلاسل تعمليها بالخيط الأحمر، يعني تعملي عقدة بداية وترتفعي مثلا 60 أو 70 سلسلة وتستخدميهم مكان الشريط الستان بالظبط وهيديكي نفس التأثير وبرضه هيبقى شكلها جميل قوي. وكده نبقى خلصنا يا حلوين وطلعت معاكم أحسن هيدباند. وبس كده، لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة. هستنى رأيكم في التعليقات وكمان اكتبوا لي الحاجات التانية اللي نفسكم تتعلموها وبتدوروا على الباترون بتاعها من زمان. وبس كده، بعتي الفيديو لصاحبتك اللي بتحب الكروشيه. باي باي.